وده معقول ان نبوات من اكتر من 100 سنة قبل ميلاد المسيح تكون بتتكلم عن ميلاده وعن حياته وعن المهمة بتاعته بالدقة دي؟ ماريو، هو ده معقول يا ماريو؟ الحقيقة يا شادي لا مش معقول. مش كده برضو؟ يعني حاجة فوق الطبيعة، حاجة بره العقل الطبيعي يكون بيفكر. يعني لما نيجي نتكلم عن الحتة بالذات بتاعت النبوات. طب خليني امشي معاك بقى خطوة خطوة. بس انا عايز بس اراجع للناس انه في فرق ما بين المعقول والمنطقي. بالظبط كده. فالمعقول انا عقلي مش قادر يستوعبه. اتس اوكي، احنا بنحكي في قصة ميلاد الاله كله، يعني صعب ان كل حاجة تبقى معقولة. صح. بس هل في حاجة منطقيا غلط؟ لا. ده اللي احنا بنحاول نتكلم فيه النهاردة. نتفق جدا. وعشان كده عايز ابدأ معاك برضو ان احنا نبسط الامور الاول. هي ايه النبوات دي اصلا؟ يعني تتلخص معناها في ان هي صوت الله. هي اللي الله عايز يكون بيعلنه. بيبقى في منها نبوات مستقبلية، الله بيستخدم حد قريب منه، نبي. الشخص دوت بيحمل رسالة من الله ليها علاقة بالمستقبل. وده شفناه على مدار العهد القديم بنبوات، أمور الله بيقول لو ما تنقيتوش هيحصل فيكم كذا. انه مثلا نبوات عن يسوع المسيح، الله بيبقى عايز يكشف جزء من المستقبل علشان خاطر يحمس الناس، ينذر الناس، يعني عايز يقول رسالة معينة للناس. في نبوات ليها علاقة بالواقع، يا جماعة خدوا بالكم من اللي انتوا بتعملوه دلوقتي. صوت الله بيقول دلوقتي اعمل كذا. وفي نبوات على فكرة بيبقى ليها علاقة بتذكرة، افتكر يا شعب إسرائيل مثلا اللي الله عمله في حياتك زمان واتعظ. فالنبوة معناها هي صوت الله. حلو قوي. طيب بس ننقل بقى، هل كان في نبوات بتتكلم عن ميلاد يسوع المسيح؟ تقريبا كان في حوالي 332 نبوة بتتكلم عن يسوع المسيح. بيتكلموا عن ميلاده، بيتكلموا عن حياته، وبيتكلموا عن اليوم بتاع الصلب بتاعه بشكل عميق جدا وواضح جدا. 332 نبوة، ده رقم رهيب. يس، رقم كبير جدا. والمسيح نفسه يعني ودي مش حاجة مجهولة للشعب. المسيح نفسه في مرة كان واقف في المجمع وفتح الكتاب اللي بيعلموا منه، اللي هو جزء من العهد القديم، وبعدين راح بعد ما خلص قال لهم انتوا عارفين النبوات اللي انتوا سامعينها دي النهاردة بتحصل فيا. مرة تانية قال لهم فتشوا الكتب لأنها تشهد ليه. وأنا هنا أنا بحب قوي أفكر، يعني أنا ما بحبش أخد الكلام ده بطريقة مسلم بيها وخلاص. لو يسوع المسيح ده شخص صادق يبقى النبوات دي بتشهد ليه، صح ولا غلط؟ طبعا. طب هو بكل اللي هو قاله الحقيقة ما حدش يقدر يقول إنه يسوع المسيح شخص كذاب. صح؟ فلما يقول إنه كل النبوات بتشهد ليه، او فتشوا الكتب لانها انتوا بتدوروا فيها على حيوان اهو قدامكم، ده معناه انه هو صادق في انه بيقول كده. طيب مش بس انه صادق، لانها كمان بتتحقق، يعني فعليا هو بيقول بتحصل وهو شفناها فيه فعلا. بالظبط. طب ولو هو شخص مجنون او بيدعي امور مش حقيقية، الحقيقة انه تصرفاته الباقية ما بتقولش كده. ما حدش يقدر يقول على يسوع المسيح اللي عاش دوت تاريخيا حتى انه كان صح. شخص مجنون. صح ولا غلط؟ حتى المؤرخين كانوا دايما بيقولوا انه شخص صالح، يعني ما كانش ينفع يبقى مجنون. بالظبط. عشان كده يسوع كان بيحاول يقول لهم انا المسيح المنتظر، انا الاله المتجسد، افهموا. وهو لو هو مش كذاب، ولو هو مش انسان مجنون بيدعي ادعاءات خاطئة او مجنونة، يبقى احنا محتاجين نصدقه منتهى البساطة. يعني كمان مش هو بيطبق حاجات كانت موجودة من زمان وخلاص، لا، الكلام ده مكتوب بدقة متناهية. لو هو اتحكم فيها يبقى هو الإله فعلا. صح. يعني انت فاهم اللي انا بقوله؟ فاهم قصدك. يعني لو خدنا مثلا نبوة أشعيا وهو بيقول ان العذراء تلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، دي بالزبط. نبوة بتتكلم عن طفل هيتولد يسمى عمانوئيل. بالظبط. ده اللي هو مين؟ يسوع، اللي هو يسوع. بالظبط. وده يعني لما نيجي نبص عليه ده مش في ايده كشخص انه يحققه لو هو مش اله. صح. لان هو مش بايده هيتولد امتى او هيتولد ازاي لو هو مش الاله اللي بيتحكم في كل حاجه. بالظبط.
لا وبعدين مثلا كشاة تساق الى الذبح، والايات اللي هي بتاعت الصلب. طبعا حتى لو دي نبوة مكتوبة وانا عايز احقق النبوة علشان ادعي انه ده تحقيق النبوة، هحققها في كل حاجة. ما جيش في الحتة اللي تموتني وكشاة تساق الى الذبح، ما جيش في الحتة الصعبة وتحبك معايا ان احقق النبوة. يعني اقول لك واحدة من النبوات تقلش مش مشكلة، بس ما تعملش فيا حاجة صعبة. لكن صح. الحقيقة اللي بنشوفه في يسوع المسيح بيحقق النبوات المكتوبة، والنبوات دي هي كلمة الله او هي صوت الله النبوي، والله ويسوع هو الله المتجسد، فالاتنين متناسقين جدا مع بعض. على سيرة النبوة بتاعت أشعياء اللي لسه كنت بجيب سيرتها، هي ساعة لما قالها أشعياء الشعب استقبلها ازاي؟ فهمها ازاي؟ بما انها بتتكلم عن حاجة مستقبلية، او احنا على الاقل في المسيحية فهمناها متأخر بعد ما جاء المسيح. ساعتها كان الشعب بيستقبل حاجات زي كده ازاي؟ نبوات عن المسيح اللي لسه ما جاش. في رأيي انه الشعب ما كانش فاهم، لكن فهم ايه هي الشاه اللي تساق للذبح وليه، واللي فيهم كان فاهم ما كانش متخيلها في صورة يسوع. عشان كده عايز انوه عن حتة حتى تساعد المشاهدين كمان ان هم يكونوا بيشوفوا الصورة دي معايا. الشعب ما كانش متوقع المسيح المنتظر يبقى في هيئة يسوع المسيح اللي هم شافوه. عشان كده مش كل الناس امنت بيه. هم كانوا متوقعين رجل حرب سياسي هيجي يقود الجماعة اليهودية دي ويحررهم من تحت الحكم الروماني. بالظبط كده. فمتوقعين محارب، متوقعين راجل بيبارز بقى ويعني هيركليس تاني، يعني فاهم، او عقل مدبر جبار عارف يحشي الناس ويطلق بيهم. بالظبط كده. اتفاجئوا بثورية من نوع مختلف. يعني هم منتظرين وعارفين النوع ده من الثورة، انه واحد محارب. اكتشفوا واحد محارب للثقافة بالحب. مفيش حد بيحب بالقوة دي، مفيش حد بيتكلم بالحكمة دي، مفيش حد بالاتضاع ده، مفيش حد بقى بيعمل المعجزات القوية دي. هو سلاحه مش انه بيضرب بالحربة والسيف، سلاحه انه بيعمل معجزات، بيسترد النفوس، بيغفر خطايا، بيعمل امور بقى عارف على بعد تاني. كأنك انت متوقع انه يبقى ماشي معاك في بعد او في مستوى، هو بقى بيطلع بره الليك ده، عارف اللي هو بعد ديمنشن تاني خالص، بعد تاني هو بيتعامل فيه. فالشعب في وجهة نظري اتبلبل، يعني هو ايه اللي بيحصل؟ هو مين ده؟ صح. فعشان كده مش كل الناس امنت. صح. وده بعد انت بتتكلم فيه ما شفناش لا قبل ولا بعده، يعني ما شفناش ده تاني خالص. على مدار البشرية. وعشان كده حتى لما تبص على الشعب، يعني لو ناخد زي ما انت قلت كشاة تساق للذبح، ما كانوش متوقعين ولا فاهمين يعني ايه المسيح تساق للذبح. لا مش ده اللي احنا متخيلين بالظبط. ما تفهمتش اكيد في وقتهم بالشكل ده يعني. وهما مش متخيلين انه المسيح يتصلب لحد وانا عايز اقول لك يا شادي، ومش هما بس ده، بعد القصة دي كلها وبعد الأدلة المنطقية وبعد كل الأمور دي لحد النهاردة في ناس مش مصدقة إنه يسوع جه على الأرض ومات واتصلب علشان يفدينا وقام من الموت علشان يبقى لينا حرية. لحد النهاردة في ناس مش مصدقة. صح. مع إن الصلب حقيقة تاريخية، يسوع حقيقة تاريخية، الأمور دي كلها حقيقة تاريخية. يعني مش بس بنلاقيها في الكتاب المقدس، لا احنا نقدر نشوف الحاجات دي في حتت مختلفة. والكتاب اللي في ايدينا ده كتاب موثوق فيه جدا جدا. يعني واحدة من الحاجات اللي انا بحبها قوي انه بص ازاي الترتيب الزمني بتاع الاحداث ماشي بالعكس. انت النهاردة لما بتيجي تفتح كتاب وعايز تتأكد انه موثوق فيه، بتبص على الحاضر بتاعك النهاردة بيطابق اللي انت بتقراه ولا لا. صح. الكتاب المقدس كتب لقدام. انت متخيل معايا؟ يعني لقدام، يعني النبوات دي لما اتكتبت لعصور هتيجي فيما بعد. شافوا المستقبل. مفيش حد عنده الامكانية دي غير رجال الله من خلال صوت الله المساقين يعملوا كده. طبعا. بعدين بقى بص برضو على المسيح مش مكتوب في زمن واحد. ما هو ده بالظبط اللي كنت لسه هقوله. 40 كاتب تقريبا حوالي 1600 سنة بيحكوا نفس القصة. بص سقوط الإنسان، بعدين تلاقي انه بولس بيقول انه زي ما الخطية دخلت الى العالم بإنسان، خرجت بالعالم بالإنسان اللي هو يسوع المسيح. بعدين الله بيحاول يبقى قريب من الإنسان. بعدين يسوع متجسد في العهد الجديد. بعدين
ارض جديده سماء جديده زي اللي خلق فيها ادم، والكتاب كله وحده واتساق واحد. واحده من الحاجات اللي بتقول انه مش بس يسوع المسيح شخصيه معجزيه لانه في نبوات اتحققت فيه، لكن كمان الكتاب اللي دون قصه حياه يسوع المسيح معجزي. كتاب معجزي وحقيقي وموجود طبعا. في ايدينا وصح. يعني دي مش قصص اتألفت من زمان، لا دي قصص اتألفت وبعدين حصلت. أيوة. او مش اتألفت، اتقالت بوحي من الله شخصيا، صوت الله النبوي كتب الكلام ده، وبعدين الله كان حريص انه كلامه يكون بيحصل. يتحقق. وده يقول مصداقية يسوع المسيح، ويقول مصداقية الكتاب المقدس اللي بنقرا منه قصة حياة يسوع المسيح. اللي انت بتقوله ده يخليني اثق تماما ان الله متحكم ويقدر يعمل كل اللي هو بيقوله. ازاي انا كشخص في هذا التوقيت الحالي اشوفها بالشكل ده؟ ازاي اثق تماما في ان الله ممكن يعمل بيا حاجات او يعمل لي حاجات وعدني بيها؟ ارتبط بالحق. اللي انت بتقوله يا شادي في منتهى الجمال. اي شخص بيعيش مع ربنا علاقة حقيقية هو محتاج يبقى مرتبط بالحق. شوف الحق بيقول ايه ويتوقع صدق الله في الحق، يتوقع قدرة الله في تنفيذ الحق. الحقيقة انا لما ببص على القصص دي وببص على النبوات وحدوثها انا برجع بثق في قوة وعظمة الكتاب المقدس. أيوة. ومنها بعكس الآيات دي على حياتي النهاردة. يا رب اللي انت بتقوله واللي انت قلته وعملته ووعدتني بيه انا النهاردة اقدر اعيشه واقدر اكونه. فشوف انت محتاج بقى ايه في الحق. يعني في ناس ممكن يبقوا بيتفرجوا معانا دلوقتي على الحلقة دي وحاسس انه اللي عمله مفيش قوة في الارض تخليه ينضف منه. ده واقع شباب كتيرة بتيجي تقول كده. الحق بيقول انه الله مفيش خطية تستعصى قصاد عمله الكفاري على الصليب. هو غافر جميع أثامنا وجميع خطايانا. هو محب وبيشوفنا مبررين بالرغم من عدم استحقاقنا، وهو ده عمل النعمة. فينا ناس تانية بتشوف انه الحياة صعبة وقاسية وانا كإنسان رخيص. بنلاقي انه الحق بيقول انه لا، انه الله خلقنا على صورته وعلى شبهه واتجسد في صورتنا علشان يفدينا. امور كتيرة قوي لما الواحد بيرجع بيها للحق بتتوزن بتتعدل، لانه العالم مش سايبنا نعيش الانسانية اللي احنا اتخلقنا نعيشها، بس الحق اللي بيرجعنا تاني ان احنا نعيش الانسانية دي. صح. وتحقيق النبوات في يسوع المسيح بيقول قوة الحق ده ايه. وده كان ختام سؤالي، يعني هو فعلا النبوات دي بتحقيقها احنا لينا رسالة؟ طبعا. انها بتأكد انه يسوع المسيح ده شخص معجزي. يعني احنا لو بنبرهن عن وجود يسوع المسيح من بره بأمور تاريخية وبأمور زي كده، في أمور تانية من الكتاب المقدس تحقيق النبوات ده استحالة يكون صدفة. 332 نبوة استحالة يكون صدفة. صح. عارف عالم، يعني هختم معاك بالحتة دي، عالم بتاع إحصاء قال لو تحقيق النبوات ده في حياة، كان اسمه بيتر أندرسون، بيقول انه تحقيق النبوات ده اللي حصل بالدقة دي ما ينفعش يبقى صدفة. وصدفته كأنك بترمي دولار وتغطي بيه ولاية من الولايات كاملة في أمريكا، وتعلم الدولار بتاعك اللي كان في إيدك وترميه وسط باقي الدولارات. صدفة إنه النبوات دي تكون اتحققت بالصدفة نفس الصدفة بتاعتك إنك تمد إيدك في أرض متغرقة دولارات وتطلع وإنت عينك متغمية الدولار بتاعك المتعلم. للدرجة دي إنه حتى في الإحصاء ما ينفعش يكون صدفة إنه 332 نبوة دولت أو حوالي يعني 332 نبوة إنه يكونوا حصلوا بالصدفة. فده يقول إنه الحق مظبوط، ويقول إنه يسوع المسيح ده بالنبوات بالحياة اللي عاشها إله بحق وحقيقي زي ما اتكتب عنه في الحق اللي في إيدينا، وإن ده معقول فعلا جدا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا شادي.